خلونا نبدأ هذه الحلقة من المشكلة المتجددة والتي يعاني منها اليمنيون في رمضان كل عام، ألا وهي ظاهرة ازدحام وتكدس المسافرين والمعتمرين في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث يرابط على قارعة الطريق مئات اليمنيين منذ 5 أيام وأكثر، بينهم أطفال ونساء وكبار السن في انتظار دورهم للدخول إلى أراضي المملكة. من وجهة نظر الناشطين فإن أحد أسباب هذا الازدحام هو القرار الأخير لرئيس الهيئة العامة للنقل فارس شعفل. هذه القرار الذي جاء لفارس شعفل، خلونا نشوف إيش قال في هذا القرار. قال: بناء على توجيهات الأستاذ فارس أحمد شعفل رئيس الهيئة، تم تحديد الحمولة القصوى لعفش المسافرين 15 كيلوغرام على ألا تحتوي على السجائر والعسل وجميع المواد المحظورة قانونيا، وذلك لتسهيل عملية التفتيش وتخفيف حدة الازدحام